النهارده هاشرح لك شوية أخطاء من الجنجل وإزاي تتجنبها وإزاي تستغل الأخطاء اللي قدامك برضه. مبدئيًا كده لو عرفت الجنجل بتاع الenemy فين أنت كده كسبت نص الجيم، ومش كل جيم هتلاقي تيم معاك كويس بس ده مش معناه إن أنت كده خسرت، لأ طبعًا، لأن أنت كجنجل أكتر رول تقدر تغير الجيم خصوصًا في بدايته كده، بلاش تغلط أول غلطة لأن أول غلطة ما بين الجنجل والجنجل هي اللي بتحدد أنهي واحد اللي هيبقى ليه أفضلية للجيم. فحاول الغلطة دي ما تكونش منك، يعني لازم الشامبيون اللي أنت تكون بتلعب بيه أنت عارف الlimit بتاعه كويس، ولازم برضه تكون عارف limit اللي قدامك، اللي أنا داخل الfight ده أنا هاكسب والّا لأ، أنا ليّا أفضلية والّا لأ، لازم أنا اللي أكون شايفه مش هو اللي شايفني، لأن دي بتفرق أوي، لأن أنتم في أول الجيم مثلًا بتكون level 4 فأنتم دمجكم قريب من بعض، معظم الشامبيونات دمجها قريب من بعض. لإن أنت لسه ولا معاك items ولا معاك أي حاجة، الbase damage بتاعك الطبيعي، هتلاقي معظم الشامبيونات الdamage قريب من بعض، فاللي بيبقى ليه أفضلية اللي فاهم ومتوقع التاني جاي إمتى أو كده، وبرضه في نفس الوقت تلعب صح. فخلّينا نبتدي من البداية خالص، إزاي تبقى عارف مكان اللي قدامك، وإزاي تتحرك معاه خطوة بخطوة. أول ما تبدأ الجيم لازم تعرف الجنجل الenemy بدأ فين، دي مهمة أوي، هي دي أهم حاجة، لازم تركّز في الحوار ده. تبدأ الجيم تبدأ تعمل خطوة تعرّفك الجنجل بدأ فين، اللي هي إيه؟ الmid ممكن يحط لك وورد هنا، طب ما حطّوش أنت اللي هتروح تحطّه، بس تبدأ بسرعة جدًا تروح تحط الوورد عشان تلحق ترجع الfarm بتاعك. طب لو مش هتعرف تحطّه هنا مثلًا، تبدأ تتحرّك أنت على الenemy blue وتحطّه هنا، في الحالتين أنت كده عرفت الenemy jungle بدأ فين، لإن أنت لو حطّيته عند الblue ولقيته هو بدأ blue فخلاص هو ظاهر، طب لو أنت حطّيته هنا وهو بدأ red هتلاقيه ظهر وهو level 2 بياخد الRaptors. طب لو هو بدأ blue وخلّص level خلّص clear هنا وبعد كده نزل عند الRaptors هيظهر لك برضه إن هو معاه blue عند الword اللي أنت حاطّه، تمام؟ ففي كل الأحوال word واحد بس هيخلّيك عارف الenemy jungle بدأ فين، وهاحط لكم شوية أمثلة من الجيم أنا لعبتها فيها تنفيذ للشرح اللي أنا باشرحه دلوقتي. إيه فايدة بقى إن أنا عرفت مكانه؟ إن أنا كده هاقدر أتحرّك في الجيم هابقى عارف الenemy jungle بدأ فين وهيروح فين، وهابدأ أنبّه الteam بتاعي وكمان أتحرّك معاه. أعمل حاجة اسمها counter gank لو أنا مش هاقدر أجانك أو مثلًا الteam بتاعك عامل push فأنت عرفت إن الجنجل بتاعك نزل على الbot lane فأنا هالعب ناحية الbot lane. رانكي ماستر واللقطات اللي أنا أخدتها دي من ماستر إيلو. جيم زي ده أنا وهيكابن بدأنا من نفس الاتجاه وبعد ما خلصنا في level 4 هو نزل بوت وأنا كنت عامل حسابي إن أنا هانزل بوت معاه، تمام. هو وصل قبلي عشان نامي كانت اتجاهه وموت نامي بس أنا كنت موجود وجبت الدبل كيل زي ما أنتم شايفين. وهنا أنا بدأت أبُش مع Miss Fortune عشان خاطر هي كانت طلبت منّي لإن ناخد الwave مع بعض ونرجع، بس للأسف هي ماتت، بس أنا خدت double kill وعملت push للwave عشان خاطر ما تخسرش farm وما يعملوش freeze للlane ورجعت أنا الكسبان. كده خلاص أنا عرفت هو بدأ فين واتقابلنا، فالمفروض كده هو مات وهيصحى هيروح يكمّل farm بتاعه اللي هو بدأ يطلع ناحية الtop مكان ما بدأ في الأول، وأنا نفس النظام، وأنا وهو بدأنا مع بعض فمعنى كده إن إحنا الاتنين هنبقى في نفس الاتجاه. يعني دلوقتي هو بعد ما صحي جه ياخد الكروكس والرابترز، وأنا نفس النظام بعد ما عملت recall هنا أنا نفترض يعني إن ده فيجو ضد هيكابين، فأنا نفس النظام هنا، فالطبيعي إن هو هيعمل جنج على الtop أو الmid هنشوف مين اللي من الteam بتاعنا عامل push وده اللي هيبدأ يتعمل عليه جنج. هنا مثلًا هايمر كان عامل push وكسبان الtop وناسوس فاضل له auto attack ويموت تقريبًا، فهو مش محتاجني، بس أنا هنا لازم أروح له لإن أنا عارف إن هيكابين رايح، لإن أنا عارف هيكابين بيتحرك إزاي، فأنا هاروح أعمل counter gank برضه وأحاول ألحق الtop وبالفعل لحقته في وقت كويس جدًا، وكمان خدت double فأنا اللي خدت أفضلية، واديت أفضلية للtop معايا إن هو يعيش وياخد فارمه، وكمان ناسوس بدأ يزهق لإنه مات تحت الtower وفي ويفتين هيعملوا وِش عليه هو هيخسرهم. برضه هنا نفس النظام ونزلت bot lane هو نزل معايا في نفس الوقت، بس أنا هنا كنت واخد أفضلية إن أنا معايا كيلات والbot lane معايا واقفين في مكان كويس وهيكابن دخل بغشومية طبعًا، لإن هو تقريبًا زهقان من الجيم بعد ما لقاني أنا باتحرك معاه ومزهقه حرفيًا، فأخدت الدبل وخدت الدريك ويعتبر كده كسبنا الجيم بطريقة لسه مش أساسية يعني. أكتر غلطة الناس بتقع فيها وده اللي أنا شرحته في الفيديو اللي فات لمّا شرحت الجنجل برضه، هي إن أنت تركّز على الlane الخسرانة وتسيب الlane الكسبانة تقول هي كده، كده كسبانة، لأ العكس تمامًا، أنت هنا محتاج تركّز على الlane الكسبانة لإن دول اللي بيلعبوا كويس والجيم بتاعهم، لكن اللي خسران هو ممكن يكون مثلًا مش فايق أو بيلعب الجيم وِحِش أو مش مركّز، أيًا كان هو كده الجيم بتاعه وِحِش، فتسيبه وتركّز مع الكسبان اللي هيأثّر في الجيم، تمام؟ فهنا أنتم زي ما شُفتوا Miss Fortune كانت بتلعب كويس وأنا لعبت معاها كويس وشغالين تمام. فأنا هنا هابدأ أركّز معاها، هُم 2 ضد 1، ياسو تحت الtower هُم الاتنين ضد ياسو، هل هُم محتاجينّي؟
طبعًا أنت شايف إنه لأ، بس لأ، هم محتاجينّا، إحنا نروح نموّت ياسو بسهولة، نطلع بأقل خساير، وحد هياخد كِلّاية، 2 هياخدوا assist، ياسو هيطلع من الgame. فأنت كده ادّيت أفضلية للbot lane بتوعك إن هم يكسبوا الgame أكتر، وأنت كمان استفدت، أحسن ما تضيّع وقتك في جنك مش مفيد. يعني هنا مثلًا heimerdinger عامل push طول الوقت، varus وVictor بيلعبوا safe فمش بيفايتوا كتير، فأنت مش هتقدر ممكن ما تقدرش تعمل حاجة هناك، لإن أنا كل ما آجي أنزل mid ألاقي Victor تحت الtower، varus مش بيفيدك بحاجة، فهنا أنت تركّز على الlane اللي هتكسبك الgame. ده game تاني كان ضدي volibear jungle، إحنا الاتنين خلّصنا clear level 4، هو بدأ يعمل جنجاية، أنا ما كنتش عارف أعمل جنجاية ولا فكّرت إن أنا أعمل counter gank. بس هنا كان في حاجة تانية، إن أنا خدت الfarm، بدأت أرجع وآخد الfarm، فجِبت level 5 قبله، لإن هو الوقت اللي هو ضيّعه في الكلاية أنا خدت الfarm اللي هو طلع تاني. هنا بقى ركّزوا لمّا هو كان level 4 هو جه حَط لي ward وشافني وأنا شُفته، فأنا عرفت إن هو هيروح ياخد الfarm اللي أنا أصلًا خدته في الوقت اللي هو كان بيجنج فيه، فأنا رُحت خدت drake في وقت هو مش هيفكّر إن أنا باخد drake، لإن هو خلاص هو قرر إنه ياخد الجنجل بتاعه عشان يجيب level 5 زيي، فده كان وقت كويس إن أنا أبدأ فيه drake، واستغلّيت إن هو الكلاية اللي خدها أنا استفدت بحاجة ضدها. وبدأت وأنا متطمن لإن زي ما أنت شايف الenemy support هو يامي، والsupport بتاعي اللي هو زيليان بيتحرك ناحيتي، فحتى لو فوليبير جالي هالحق أجري، أو مثلًا زيليان هييجي لي وهيديني أفضلية إن أنا أموّته. في كل الأحوال أنا كده ليّا أفضلية إن أنا آخد دريك، غير إن أنا أعلى منه level واشتريت أيتمات، يعني أنا دلوقتي أحسن من فوليبير اللي واخد كِلاية. جنجاتك لازم تكون مفيدة، تركّز على الwin condition زي ما قُلنا، اللي بيلعب معاك كويس، أو تلعب على نقطة ضعف الenemy. لو في حد بيلعب aggressive وكل شوية بيعمل push حاول تركّز عليه، يعني ما تروحش تعمل جنجاية top ضايع الفلاش خلاص تسيبه وتمشي، يقول بس أنا ضيّعت له الفلاش، لأ ما هو ضيّع فلاش، يعني كده لو قرّب نفس الخطوة اللي هو قرّبها أنت تقدر تموّته، فتروح له تاني عادي ما فيش مشكلة. فلو لقيت حد قدّامك بيغلط الغلطة دي إن هو بيعمل push كتير، حاول تستغل الغلطة دي إن أنت تلعب على أعصابه وتخلّيه يطلع برّه الgame يزهق، أنت كده لعبت على نفسيته. ده بس game فلاش تاني حلو. كنت أنا بالعب برضه ورُحت ممكن عملت نروح gank لسمول ده معهوش لSmolder، فلاش. Smolder فلِّش منّي فرُحت خدت الvoids ولقيته عامل push تاني، فرجعت له طبعًا وما معهوش فلاش ومتطمن إن هو ما معهوش فلاش، وموّتّه، بس ده بقى ما لناش دعوة بغلطة فيكتور هو اللي غبي. طَب أنا دلوقتي مثلًا بالعب game صعب وشايف إن الجنجات صعبة لكل اللينات، فأنا هنا هابدأ أخلّي الenemy jungle ما يعملش جنجات، وهابدأ أinvade اللي هو أروح له عنده أموّته، أرخّم عليه، آخُد منّه farm، طالما اللينات بتاعتك عاملة push، لإن كده خلاص هُم اللينات اللي ضدك مش هيقدروا يتحرّكوا ناحيتك، هُم معمول عليهم push وفارمهم قدّامهم، فبيبقى صعب إن هُم يسيبوك، فأنت وأنت بتعمل invade تركّز إن أول ما الenemy يتحرّك تبدأ أنت تهرب، اللي هو أنت خلاص روح اعمل invade بس عينك على الmap. زي دلوقتي مثلًا أنا رُحت الكين وأنا عارف تحرُّكاته فين، وخدت منّه الfarm جِبت level 6 قبل ما أخُش عليه، فموّتّه بسهولة طبعًا، واللي بيتفرّج على استريماتي بيشوف توقُّعي إن أنا دايمًا بابقى عارف تحرُّكات الenemy فين، لدرجة إن في ناس مثلًا ما بتكونش بتلعب jungle أو مش main jungle، فبيستغربوا لدرجة إن هُم في ناس بتشُك إن أنا hacker، بس ده الطبيعي لو أنت بتلعب jungle ومركّز في الgame وبتعمل الخطوات اللي أنا قُلتها، هتبدأ تعرف تحرُّكات الenemy، هتبدأ أنت تتحرّك صح وتتحرّك على أساس الenemy قبل ما تتحرّك على الteam بتاعك، يعني أنت ما تروحش تعمل gank وأنت مثلًا مش ناسي إن الجنجل فين، لأ ما أنت لازم تكون عارف الجنجل فين عشان هو ما يعملش اللي أنا باقول عليه ده، يعني تخيل كده أنت رُحت أنت بدأت gank في وقت مثلًا صعب، بس التاني بقى اللي قصادك بيعمل counter gank وجه، هيبقى هنا الenemy team هو اللي بينفذ اللي أنا قُلته مش أنت، فلازم تركّز في الgame. ولو أنت ما بتتفرّجش على الstream بتاعي فبيفوتك كتير، فأنا باstream يوميًا من الساعة 22:00 لحد الصبح على كيك وتيك توك، الاسم على الشاشة قدّامكم، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وكومنت تقول لي عايزني أشرح لك إيه الفيديو الجاي، واعمل mention لصاحبك اللي بيلعب أي lane بقى لإن الفيديو ده هيهم أي حد، وشكرًا.